شايفين هذه هي الراقصة الروسية صافيناز. لم يكن لها في بلاد الغرب أي قيمة حتى جاءت إلى وطننا العربي، ولمجرد جمال وجهها ورشاقة خصرها وقدرتها على هز مؤخرتها أصبحت واحدة من أكبر المشاهير الأثرياء في الوطن العربي، وتتسابق المجلات والقنوات لإجراء لقاءات معها والتقاط صورة لها. طيب شايفين هذا أيضا؟ هذا أستاذ الكيمياء المصري أحمد زويل، لم يكن له في بلاد العرب أي قيمة أيضا، وبمجرد أن راح لأمريكا أصبح هناك واحد من أشهر العلماء عبر التاريخ، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء وكرمته أكثر من 100 دولة، وأصبح واحد من أكبر الأغنياء في المجتمعات العلمية العالمية. في الحقيقة المشكلة لا في الراقصة ولا في العالم، وإنما